شفتي ألف فيديو عن الفايبروميالجيا ولسه مش عارفة تبدأي منين؟ أنت مش ناقصك حد يوصف لك الأعراض تاني، أنت حاسة بيها فعلا. أنت ناقصك خطة تبدأي منها. هاتي ورقة وقلم واقسمي الورقة 4 مربعات زي كده: مربع للنوم، ومربع للحركة، ومربع للمجهود، ومربع للعلاج. جوه كل مربع هتكتبي مشكلتك الأساسية. إيه أكتر حاجة مأثرة عليكي؟ هشرح لك دلوقتي. بعد كده ادي كل مشكلة سكور رقم من 10. قد إيه المشكلة دي مأثرة على حياتك. بعدين هتشوفي أنهي مشكلة خدت أعلى رقم وتبدأي منها. إحنا مش هنحاول نصلح كل حاجة مرة واحدة، هنبدأ بأكتر حاجة مأثرة عليك. لو أعلى رقم طلع النوم هنبدأ بيه. إيه المشكلة؟ مثلا انا ما بنامش كويس، مش هقول لك نامي كويس وخلاص، لا. ابدأي بحاجة بسيطة: ثبتي الميعاد اللي بتصحي فيه وحاولي ما تناميش بالنهار. لو بتنامي عدد ساعات كويس بس بتصحي مهدودة، يبقى المشكلة مش عدد الساعات. ساعتها لازم نسأل عن جودة النوم. هل فيش خير او اختناق اثناء النوم؟ هل بتحسي باحساس مزعج في رجلك بالليل يخليكي مضطرة تحركيها علشان ترتاحي؟ هل الألم بيصحيكي من النوم ولا الدواء هو اللي مخليكي مهدودة؟ ولو مشكلة النوم مستمرة، ممكن تحتاجي تستشيري حد متخصص في اضطرابات النوم. تاني مربع: الحركة. الحركة هنا المقصود بيها الحركة اللي احنا بنعملها كجزء من خطة العلاج، زي المشي الخفيف والاسترتشات البسيطة أو حتى العلاج الطبيعي. لازم تبقي عارفة إن القصة مش كتر حركة، لكن جرعة حركة محسوبة. وبالتالي أنا مش بقولك زودي حركة وخلاص. لو الحركة بتزود الوجع جامد أو بتهدك بقية اليوم أو اليوم اللي بعده، يبقى لازم نراجع الجرعة بتاعتنا، نخلي مدة الحركة أقل أو شدتها أقل. ولو بنمشي كتير ممكن نقسم المشي على مرتين، لكن ما نلغيش الحركة كلها. ولو انت أصلا بتتحركي وبرضه مفيش تحسن، ما تقوليش الحركة ملهاش لازمة. ممكن المشكلة تكون في جرعة الحركة أو نوعها، أو إن النوم والمجهود والعلاج باقي المربعات مش متظبطين معاها. وده هيودينا لتالت مربع: المجهود. والمجهود غير الحركة. المجهود هو الطاقة اللي انت بتصرفيها في يومك، في شغل البيت أو المشاوير أو الشغل. أنا مش عايزك توقفي حياتك، لكن الفكرة إنك ما تحطيش كل الأحمال فوق بعض. يعني مثلا لو عندك مشوار تقيل، نخلي المشي أو التمارين أخف في اليوم ده، أو حتى نلغيهم. ولو يوم شغلك طويل، اقسمي أو أجلي بقية المهام اللي عندك في اليوم ده. ولازم تحاولي توقفي وتريحي قبل ما طاقتك تخلص. آخر مربع هو العلاج. لو بتاخدي أدوية ولسه تعبانة، أول سؤال ما يبقاش إيه العلاج اللي المفروض أزوده. لأ، أنت المفروض تسألي الدكتور بتاعك: إحنا بناخد العلاج ده ليه؟ علشان النوم ولا الألم ولا الإرهاق؟ وهل الدواء ده نفسه هو اللي بيعمل لي خمول؟ وهل جرعته محتاجة تتعدل؟ واعملي حسابك، تعديل الدواء لازم يكون مع الدكتور، مش من تجربة حد تاني. أخيرا، الدعم النفسي مهم وجزء أساسي من الخطة. وجزء من الدعم ده إن يكون حواليكي ناس فاهمينك ومقدرين التعب اللي انت فيه، وفاهمين إن الألم مش وهم. لازم تعرفي إنك بتديري ألم مزمن بيأثر على النوم والطاقة والحياة كلها. أنا حاولت أختصر الموضوع قدر الإمكان، لكن كل مربع من دول ممكن نتكلم عنه بتفاصيل أكتر. فاكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين نتكلم أكتر عن أي مربع منهم. ولازم تبقي عارفة إن الفايبرو محتاجة خطة متظبطة عليكي.